عرب والنشر هواها عرب صوت واحد وطن ثاني على عرب اف ام. عرب اف ام هواها عرب. The official radio station of the الرسمية للأكاديمية العربية لعلوم الإعلام. عرب اف ام صوت واحد وطن واحد. اسمعوا أجدد الأغاني على عرب اف ام. عرب اف ام هواها عربي. One nation one sound. عرب اف ام الإذاعة الرسمية للأكاديمية العربية لعلوم الإعلام. يلا يا حبيبي قوم، انا عايز اخرج، انا زهقت بقى. يوه سيبيني بقى، انا عايز انام. على فكرة النهاردة الاجازة وهنخرج، يعني هنخرج. على فكرة النهاردة الاجازة؟ لا بقى، على فكرة انت اللي بقيتي رغاية ونكدية ومترددة وانا تعبت وزهقت. بقول لك ايه، انا كده هزعل على فكرة. يا ستي ازعلي بقى، ده انت بقيتي ولا بتعرفي تطبخي ولا بتغسلي ولا بقيتي تعرفي تعملي اي حاجة. ايه ده الله يسامحك، ده انا اللي شايله لك البيت وشايله لك عيالك كمان. قول بقى انك ما بقتش بتحبني زي الاول. ايه بحبك، ده انا بحبك جدا. طب بقول لك ايه، تعالي نشوف الناس هتقولي. وجهات نظر الستات والرجالة مش دايما بتبقى واصلة للطرف التاني. في برنامج شهرزاد هنناقش مع بعض مواقف بين الراجل والست. استنوني كل يوم سبت الساعة 8 هكون معاكم أمنية حسام على عرب اف ام. ودلوقتي جه ميعادكم مع برنامج شهرزاد مع أمنية حسام على عرب اف ام. يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة في حلقة جديدة من برنامج شهرزاد. معاكم أمنية حسام على عرب اف ام. في احنا بنحاول نناقش مع بعض مواقف ما بين الستات والرجالة، وبنحاول نوصل وجهة نظر كل واحد للتاني. عايزة افكركم انكم تقدروا تبعتولنا رأيكم على لينك الراديو، او ممكن كمان تكلمونا على 012 76 92 66 20. الغيرة غريزة فطرية، ربنا خلقها جوا كل واحد فينا، زيها زي اي صفة جوانا، لكن في منها المعقول وفي منها اللي زايد حبتين 3 4. احيانا بتبقى خنيقة ومؤلمة، وكمان ممكن تجرح البني ادم اللي قدامك لو استخدمتها بطريقة غلط. الغيرة هي ايه اصلا؟ الغيرة هي افكار واحاسيس وتصرفات بتحصل منك لما بتعتقد انه في شخص، الشخص اللي علاقتك قوية بيه في طرف ثالث بيدخل فيها وبيحاول يهدد العلاقة دي، والطرف الثالث ده احيانا بيكون مش مدرك هو بيعمل ايه ما بين الطرفين دول. في ناس بيقولوا ان الغيرة دي حب، وفي ناس بيقولوا انها قلة ثقة. تفتكروا انتوا الغيرة عبارة عن ايه من الاتنين دول؟ ولو الغيرة دي قلة ثقة فعلا، هل هي قلة ثقة في نفسك؟ يعني هل انت اللي مش واثق في نفسك، ولا دي قلة ثقة في الطرف التاني اللي معاك؟ وهل الغيرة دي شعور لا ارادي، يعني هو احنا ما نقدرش نتحكم فيها خالص، ولا يقدر في طرفين ما يبقوا بيحبوا بعض جدا ويبقى في ثقة ما بينهم وما يبقاش فيه ولا ذرة غيرة ما بينهم؟ تقدروا تبعتولنا رأيكم على لينك الراديو، او ممكن كمان تكلمونا على 012 76 92 66 20. هنروح نسمع يا مفيش لتامر حسني وهنرجع لكم تاني على طول. انتوا لسه بتسمعوا برنامج شهرزاد مع أمنية حسام على عرب اف ام. الغيرة، تفتكروا الغيرة دي عبارة عن ايه؟ هل هي حب، ولا هل هي قلة ثقة؟ ولو هي قلة ثقة فعلا، هل هي قلة ثقة في النفس، يعني انت اللي بتكون مش واثق في نفسك، ولا دي قلة ثقة في الطرف التاني اللي معاك؟ تقدروا تبعتولنا رأيكم على لينك الراديو، او ممكن كمان تكلمونا على 012 76 92 66 20. انا شايف ان الغيرة ليها حدود حلوة بتخلي العلاقة لذيذة، وبتحسس الطرف التاني بقيمته عندك، بتديله احساس وشعور جميل. والنوع ده من الغيرة حلو انك تبين للي بتحبه ده بيخليه يحس انه مميز عندك، وان في حاجة تستاهل انه يتحب علشانها. وفي نوع تاني بقى بيبقى سلبي، ما بيبقاش فيه حب كده وبيبقى لوش طعم.
بيأذيك ويأذي مشاعرك ويقلل من ثقتك في نفسك، والغيرة دي ما بتبقاش يعني نوعها ده ما بيبقاش مفيد ولا ليك ولا للطرف التاني. في محمد البحيري بيقول الغيرة عموما ده شيء جميل جدا جدا، بتدل في معناها العام على قوة الحب، لكن الاختلاف كله بيكون في طريقة تنفيذها. في شخص بتكون غيرته سلسة وسهلة وشيك كده، وده ما فيش فيه خلاف. المشكلة كلها بتكون في النوع التاني. اللي الغيرة عنده عصبية ونرفزة، دي من وجهة النظر الطرف الآخر قد تكون بتخنقه، لكن في النهاية هي دليل على الحب، فواجب على الطرف الآخر انه يقدر حجم الحب ده ويغير ويعادل في اسلوب الطرف الغيور لحد ما يبقى سهل في غيرته، لانه اساسا ما يقدرش يعبر عن غيرته غير بالطريقة دي. احييك يا محمد، يعني انت لخصتها كده في جملتين 3 حلوين جدا. معانا تليفون. الو الو الو. طيب يا ريت اللي كان بيتصل بينا يرجع يتصل بينا تاني. في كمان مروة ابراهيم بتقول الغيرة دي الغيرة شيء مفيد للطرفين، ولازم يكون في غيرة ما بين الاتنين علشان يبقى في حاجة ما بينهم حلوة. في كمان حد بيقول الغيرة دي نوعين، نوع لذيذ لازم الواحد يحس من وقت للتاني للي بيحبه انه بيغير عليه، ونوع تاني بيبوظ العلاقة وممكن ينهيها تماما. والله انا شايفة انه النوع التاني دوت فعلا ممكن يبوظ العلاقة ما بين الاتنين. وكمان سمعت ان في نسب كبيرة قوي قتل بقى. كان في واحدة من فترة قتلت جوزها علشان كانت بتغير عليه، علشان هو كان بيعمل حاجة مع جارتهم، كان حاجة يعني الموضوع كان جامد شوية. يعني كان في ناس فعلا بتقتل ناس تانية، يعني الغيرة ممكن توصل للقتل. هل فعلا انتوا تفتكروا ان الغيرة ممكن توصل فعلا للقتل؟ يعني هل علشان انا بغير على حد هل فعلا توصل ان انا اقتله وان انا ارتكب جريمة زي دي؟ اكيد الشخص ده انا بحبه يعني ومش هقدر استغنى عنه. معانا تليفون وهم هيقولوا لنا بقى بتوصل للقتل ولا لا. الو الو، ممكن تسمعونا من التليفون؟ الو الو. طيب يا ريت اللي بيكلمنا يسمعنا من التليفون مش من الراديو، وعلشان الصوت بيتأخر بس شوية، فيا ريت تسمعونا من التليفون مش من الراديو. طيب فهل فعلا الغيرة؟ طيب احنا التليفون رجع. الو الو. ايوه الو الو. ايوه ممكن تسمعونا من التليفون مش من الراديو. الو الو. ايوه الو الو الو. الو. ايوه انت على الهوا. الو. طيب واضح ان في مشكلة، فاحنا هنحاول نشوف المشكلة دي فين كلمونا تاني قولوا لي رأيكم بقى. هل فعلا الغيرة ممكن تودي للقتل بين اتنين مفروض ان هم بيحبوا بعض، ويعني مادام بيغيروا على بعض فهم اكيد بيحبوا بعض، فما متهيألي ما ينفعش الدنيا توصل لدرجة القتل يعني. معانا تليفون. الو الو
الو. الو. ايوه. الو. الو. ايوه. انت على الهوا، ممكن تسمعينا من التليفون مش من الراديو. طيب تمام. احب افكركم ان انتوا تقدروا تبعتوا لنا رايكم على لينك الراديو، او تقدروا كمان تكلمونا على 012 76 92 66 20. هنروح نسمع اغنيه ونرجع لكم تاني، وهناخد اتصالاتكم بعد الاغنيه على طول. انتوا لسه بتسمعوا برنامج شهرزاد مع أمنية حسام على عرب اف ام. ورجعنا لكم تاني، وموضوع حلقتنا النهارده عن الغيره. هل تفتكروا ان الغيره عباره عن ايه؟ هل هي حب ولا قله ثقه؟ ولو هي قله ثقه، هل هي قله ثقه في النفس؟ يعني انت تكون ما عندكش ثقه في نفسك كافيه، ولا دي قله ثقه في الطرف التاني؟ معانا تليفون. الو. 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 طيب هو واضح ان في مشكله صغيره في الاتصالات النهارده، فتقدروا تبعتوا لنا رايكم على لينك الراديو، او ممكن كمان تكلمونا على 012 76 92 66 20. رأي مهندس الصوت بقى بتاع البرنامج ان الغيره زي التوابل، لازم يبقى عشان الحب ده ليه طعم. الغيره دليل حب بس ما توصلش للمرض. الغيره احلى حاجه في الحب، بتخلي الطرفين يثبتوا حبهم بطريقه جديده. والله يا استاذ مينا، حضرتك يعني رايك يحترم، ويعني انا ما شفتش راجل بيقول كده الصراحه. معانا تليفون وان شاء الله يبقى واضح. الو. 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 ايوه. ايوه. الو. الو. طيب هو احنا هنحل المشكله ان شاء الله وهنرجع لكم تاني. يعني ممكن تبعتوا لنا على لينك راديو عقبال ما الاتصالات ترجع تاني. دلوقتي احمد عبد الشهيد بيقول المقدمه حلوه، ميرسي يا احمد. نهى فاروق بتقول مفيش حب من غير غيره. معانا تليفون. الو. 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 ايوه. الو. الو. ممكن تسمعوني من التليفون؟ الو. طيب نهى فاروق برضو بتقول مفيش حب من غير غيرة. ده فعلا يعني انا بحس فعلا انه حتى لو في ثقة عمياء زي ما بيقولوا ما بين الطرف والتاني، بيبقى فيه سنة غيرة كده، ممكن الاتنين ما يقولوش عليها بس برضو بيبقى فيه. معانا اتصال. الو. 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 جماعة ممكن تسمعونا من التليفون مش من الراديو؟ طيب تمام. شريف بيقول مفيش حب من غير غيرة، بس المهم تكون في المعقول، وهناك فرق كبير ما بين الغيرة والشك. ده حقيقي. هو اكتشفت فعلا انه في شعراية صغيرة جدا 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 ما بين الغيرة والشك. لو الغيرة زادت عن حدها شوية وبقى لا ما تكلميش، لا ما تعمليش، لا مش عارف ايه، انا بخاف عليكي، ولا مش عارف لا البنت دي مش كويسة، انا مش عارف ايه، لا ما تخرجيش النهاردة، ما تلبسيش مش عارف ايه. دي ممكن على فكرة تتقلب ضدكم. يعني لو البني ادم بدأ بقى يتحكم بقى كده
بسبب الغيرة. يعني بيبقى في ناس بتعمل كده ويبقى عذرها الغيرة. لا، انت كده مش بتغير، انت كده بتتحكم في الشخص اللي قدامك وبتخنقه وبتخليه مش عايز بقى، مش طايق بقى ولا كلمة منك. ومرة مع التانية هتلاقيه بدأ يعني في الأول هتلاقيه بيسمع كلامك، وبعد كده بدأ يطنش، وبعد كده بقى يبدأ يهاجمك، يقولك لا مش هعمل اللي انت بتقول عليه، ومش هعمل مش عارف ايه، وانا حرة، توصل بقى لخناقة كبيرة وبتاع، وممكن توصل للقتل مثلا زي اللي قتلت جوزها دي عشان جارتهم. او يعمل العكس، يبقى عنيد، انا هعمل كده علشان يغير، او هعمل كده عشان هي تغير. هناخد تليفون. الو 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 ايوه الو الو، انا سامعاكي كويس. الو ايوه. طيب واضح ان هم اتضايقوا شويه عشان الاتصالات فيها مشكله. فممكن فعلا العند ده يوصل برضو للقتل زي اللي قتلت جوزها عشان جارتهم. و في ميرفت بتقول الغيرة المجنونة شيء بشع، وده طبعا عدم ثقة، انما في غيرة تخلي الواحد يصلح من نفسه. لا ميرفت محتاجاكي توضحي لي كده، الغيرة الواحد يصلح من نفسه ازاي؟ الو، معانا تليفون. الو 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 ايوه الو ايوه. طيب حاولوا تبعتوا لنا كومنتات يعني على لينك الراديو عقبال ما نشوف مشكلة. واحمد بيقول انه على فكرة في حديث بيقول ان الله غيور يحب الغيورين. فعلا دي حاجة يعني مذكورة. ما بين المفروض ان هي تبقى ما بين اي اتنين، بس الزيادة منها بتتقلب لضدها. بس ممكن يا احمد تبعت لنا مصدر الحديث اللي انت بتقوله. مروة على فكرة في مشكلة في الاتصالات. احنا بنحاول نحل المشكلة فعلا، وان شاء الله المشكلة هتتحل. طيب بفكركم ان انتوا تقدروا تبعتوا لنا رأيكم على لينك الراديو، وتقدروا كمان تكلمونا على 012 76 92 66 20، وهنحاول نصلح الاتصالات تاني. هنروح نسمع نوال الزغبي 1100 وهنرجع لكم مرة تانية. انتوا لسه بتسمعوا برنامج شهرزاد مع أمنية حسام على عرب اف ام. ورجعنا لكم تاني، وموضوع حلقتنا النهاردة عن الغيرة. تفتكروا الغيرة عبارة عن ايه؟ هل هي حب ولا هل هي قلة ثقة؟ ولو هي قلة ثقة، هل هي قلة ثقة في النفس، في يعني انت اللي مش واثق في نفسك، ولا انت مش واثق في الطرف التاني اللي معاك؟ طيب معانا تليفون. طيب يا ريت ترجعوا تتصلوا بينا تاني. تقدروا تبعتوا لنا رأيكم على لينك الراديو، او ممكن كمان تكلمونا على 012 76 92 66 20. شريف بيقول لنا اهنئك على اختيار مواضيع الحلقات، بس بلاش على فكرة القتل دي. خلونا ندعو للتسامح والغيرة المحمودة، يعني الغيرة اللي تبين اهتمام كل طرف بالطرف الآخر وتحسسه انه يعني له الكثير. تمام يا شريف، احنا اكيد مش بندعو لقتل البني ادمين وشنقهم بسبب الغيرة، يعني دي اسباب تافهة. مروة بتقول فعلا يا احمد، لان الغيرة بتبقى دافع قوي انك تحمي كل حاجة بتحبها، من اول دينك، وطنك، بيتك، ولادك، زوجتك، واخواتك. طبعا يا مروة كلامك يعني عندك حق، بس يعني احنا مركزين النهاردة عن الراجل والست شوية. سوري على الاصوات اللي حصلت.
مهندس الصوت بيقول تاني انه الغيرة حاجة والخصوصية حاجة تانية خالص. يعني ما ينفعش ان هو يعني هو واللي معاه وحبيبته يقول لها مثلا هاتي باسورد الفيسبوك بتاعك، ما تلبسيش دوت وانا مش معاكي، ما تعمليش مش عارف ايه، ما تكلميش الولد دوت، وهو ما شاء الله مقطع السمكة وديلها بره من غيره. يعني بغض النظر مهندس الصوت ما بيعملش كده، بس يعني هو بيقول مثال. والله يا مهندس الصوت انت تيجي بقى تتكلم معانا في الهوا وانت اساسا عايز تطلع هوا. يعني مهندس الصوت عندنا هيموت ويطلع هوا، فاحنا ان شاء الله هنعمله، هنخليه مرة يطلع معانا. نهى بتقول المفروض يبقى في ثقة في شريك الحياة وثقة في النفس، لكن سنة غير مهما كانت لكن سنة غيرة مهما كانت الثقة بتحلي الحياة. الإحساس ده حلو قوي. معانا تليفون. ألو 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 أيوة ألو ألو أيوة احنا سامعينك كويس. طب يا جماعة ممكن تقولوا لنا انتوا سامعين حاجة ولا مش سامعين حاجة خالص؟ يعني ألو ألو طيب يعني يا ريت تقولوا لنا انتوا سامعين حاجة ولا مش سامعين حاجة أصلا علشان نعرف المشكلة فين بالظبط. يعني احنا سامعينكم كويس، يا ريت انتوا بس ايه توطوا الراديو واسمعونا من التليفون كويس، هتلاقوا الدنيا سهلة وبسيطة وحلوة والدنيا ماشية. نكمل بقى رد على شريف. احنا طبعا مش بندعو للقتل وبتاع، بس هي دي حاجات في الواقع يعني حصلت فعلا. يعني في ناس في قضايا كتير اتعملت انه واحدة قتلت واحد او العكس علشان في غيرة عليه من حد تاني. في كمان حد قال لي انه الغيرة دي انه علشان الست بتغير على الراجل علشان هو اصلا عينه زايغة. يعني هو شايف انه هو متحلله 1 و2 و3 و4، فهو اكيد كده هيبص بره حتى لو هي معاه. ف مش عارفة يعني قولوا لي ايه رأيكم. يعني انا في واحدة قالت لي كده بس ما عرفش. وفي حد كمان قال لي انه هو ومراته في ما بينهم ثقة عمياء جدا، مفيش غيرة يعني ما بينهم خالص. بقالهم حوالي 25 سنة متجوزين. يعني ربنا يعني يديهم طولة العمر ويسعدهم في حياتهم ان شاء الله. بس هو كان بيقول لي ان هو ما بيغيرش عليها خالص، وان هم عارفين بعض من وهم في المدرسة تقريبا. وكمان كان يعني هو بيقول انه لو كان في غيرة او هو لو كان مش مكفيها كانت هتبص لأي حد تاني. هي كانت في كلية تانية وهو كان في كلية، يعني هما الاتنين ما كانوش في كليات واحدة لما تخرجوا من المدرسة. وهو لما كانش واثق فيها كان هي هتبص لحد تاني وكان هيبان ان هو مش مكفيها، فبالتالي هو هيغير عليها. بس مادام الاتنين في ثقة ما بينهم وهما الاتنين متفقين على وجهة نظر واحدة ومتفقين ان هو خلاص انا قلتلك ان انا بحبك ومفيش حد تاني خالص ممكن يملى عيني غيرك، ويبقى فيه صراحة كده ووضوح، متهيألي مش هيبقى فيه غيرة. بس برضو يعني بصراحة ما اقتنعتش قوي، لانه في حتة كده بتبقى عند البنات. يعني ايه؟ طب ايه ده؟ هو انا هو سايبني يكلم ولاد كده عادي؟ هو ما سايبني ارد على ناس عادي؟ سايبني مع زمايلي في الشغل عادي ما بيقولش حاجة؟ سايبني البس اللبس دوت عادي ما فيش حاجة؟ فاحيانا البنت هي اللي بتعمل حاجات علشان تخلي الراجل يغير عليها والعكس. يعني احيانا برضو الرجالة بيعملوا حاجات علشان يطلعوا بقى ايه اللي عند البنات كلهم، لان البنات اصلا بتغير اكتر من الرجالة تقريبا يعني. ولا انتوا ايه رأيكم؟
الستات بتغير اكتر ولا الرجاله؟ وهل كل الناس عندها الفطره دي ومحدش يقدر يغيرها؟ و يعني لو حاولوا زي الاتنين اللي متجوزين بقالهم 25 سنة ما شاء الله، هل هينفع ما يبقاش في حد غيور على حاجة سوري ان ما يبقاش في حد غيور على حاجة او حد هو عايزه يبقى معاه يبقى ما يبقاش بتاعه؟ لان دي بتبقى دخلت بقى في مرحلة الأنانية، وانه انت كل ملكك زي ما شيرين بتقول، و دي كده بتوصل لدرجة تانية بقى. دي بتبقى أنانية شوية، وبتبقى لا، ما انت ما تكلميش حد خالص، انت ما تنزليش اساسا من البيت، انت بتاعتي انا لوحدي، وانت ما تشوفش بتاع. يعني ايه تروح لاصحابك على القهوة؟ يعني ايه مش عارف تتأخر في الشغل؟ فدي بتوصل لحتة تانية غير الغيرة بصراحة. عايزة افكركم ان انتوا تقدروا تبعتوا لنا رأيكم على لينك الراديو، وتقدروا كمان تكلمونا على 012 76 92 66 20. هنروح نسمع أصالة وهنرجع لكم مرة تانية. انتوا لسه بتسمعوا برنامج شهرزاد مع أمنية حسام على عرب اف ام. ورجعنا لكم تاني، وموضوع حلقتنا النهارده عن الغيرة. تفتكروا الغيرة عبارة عن ايه؟ هل هي قلة ثقة ولا حب؟ ولو هي قلة ثقة، هل هي قلة ثقة في النفس؟ يعني انت انت نفسك مش واثق في نفسك، ولا مش واثق في الطرف التاني؟ تقدروا تبعتولنا رأيكم على لينك الراديو، او ممكن كمان تكلمونا على 012 76 92 66 20. معانا تليفون وان شاء الله يبقى كويس. الو. ايوه أمنية. ايوه انت على الهوا. أنا مروة. اتفضلي. ازيك يا مروة؟ اخيرا حد سمعنا. تمام الحمد لله. الحمد لله. اتفضلي. بصي، أنا بقول إن الغيرة دي لازم الواحد يحس بيها علشان يحس بالأمان مع شريك حياته، لأن مش عارفة، هي بتبقى حاجة لذيذة كده ان الواحد يبقى غيران على بيته وعلى مراته وولاده. بتحسسهم كده بالحياة لذيذة، بتبقى في حاجة كده، بتبقى أحاسيس بين الناس كده، هو بتبقى ما توصفش. بتخليكي حاسة ان انتي مميزة في حاجة، بتخليكي مش بتتحطي على طول في مقارنة مع ناس. لا، ده انا الحمد لله ان انا عندي الشخصيه دي بتاعتي انا لوحدي. طب تفتكري ان دي مش انانيه وحب امتلاك، وانه لا مش انانيه، لان انت كده بتوظفي الغيره صح، ان انت كده بتحمي البني ادم اللي انت بتحبيه. لكن انت لو خليتي الغيره دي تطلع في اتجاه ان هو لا تحكم وما تكلميش كذا وما تعمليش كذا، دي بتخلي البني ادم اللي قدامك يتخنق من العيشه معاك، وانت بتحس بالموضوع دوت. فبتضطر الغيره الحلوه اللي بتخلي الحياه لذيذه بتخليها لا تطاق، فبتبقى العلاقه فاشله تماما. طب تفتكري يا مروه الست هي اللي بتغير اكتر ولا الراجل؟ اكيد الست بتغير اكتر. اكيد؟ انت متاكده من الكلام ده؟ طيب حتى لو ما بتبينش. طب وهل فعلا الغيرة ممكن توصل للقتل؟ بصي، هو مع ناس كتير ممكن، مع الرجالة اكتر ولا مع الستات؟ مع الرجالة اكتر في الموضوع ده، لان الرجالة بيبقوا عناف شوية، الست بطبيعتها ما بتلجأش للعنف. يعني الراجل ممكن يمد ايده قصدك لو غار على الست اللي معاه؟ طب الست مش حكيمة ان هي تخلي الراجل يوظف يعني هي اللي بايديها برضه ان هي ما تخليهوش يبقى غيور قوي للدرجة دي. يعني ممكن تاخده باسلوب كده، هو انت عارفة الانوثة دي سلاح
ايوه صح، تدل عليه شويه علشان يعرف ان هو نعم بالظبط كده، بالظبط كده، تدل عليه شويه عشان ايه، تحسس ان هو ان هي ليها قيمه شويه. يعني انت رايك ان الغيره دي حاجه اساسيه ما بين اتنين بيحبوا بعض، ولازم كل واحد يبينها للتاني علشان يبين حبه ليه. تمام. ميرسي على رايك يا مروه، وميرسي على مكالمتك، وان شاء الله تكلمينا تاني، هنستناكي. ان شاء الله. باي باي. يعني مروه بتقول كلام كبير، انه الراجل علشان هو عنيف شويه فممكن هو يمد ايده على الست اللي معاه، و علشان هو غيران منها، غيران عليها سوري. يعني مش عارفه هما الرجاله فعلا عناف في الحاجات دي ليه؟ يعني ممكن الست هي ما تكون حصل حاجه هي ملهاش يد فيها، ليه انت تمد ايدك عليها؟ يعني ليه فعلا انت ممكن تضرب مراتك، صاحبتك، خطيبتك، اختك، علشان انت غيران عليها، و انت ممكن تكون بتعمل حاجات تانية برا اصلا. يعني ازاي بتدي حق ان انت تمد ايدك عليها علشان هي، يعني عشان الغيرة؟ ومش عارفة يا مروة، هل فعلا يعني تودي للقتل للدرجات دي؟ يعني مش المفروض ان مادام في غيرة يبقى الاتنين بيحبوا بعض، يبقى يعني المفروض ان في حب ما بينهم، فالموضوع ما يوصلش للقتل، ان انا اخسر البني ادم عشان بغير عليه. يعني انهيه يعني امحيه من على وش الدنيا، واخسر ربنا، واخسر علاقتي بربنا، وان انا اكون قتلت بني ادم علشان انا بحبه وغيران عليه. مش حاساها منطقية شوية. معانا تليفون. الو. ايوه. الحمد لله تمام. مين معايا؟ سارة كنعان. ازيك يا سارة، عاملة ايه؟ الحمد لله كله تمام. ايه الاخبار؟ قوليلي يا سارة، مين اللي بيغير اكتر، الست ولا الراجل؟ من وجهة نظري على حسب الموقف، يعني او على حسب شخصية الراجل او الست. يعني في ستات غيورين جدا، وفي يعني برضه بيبقوا باردين نوعا ما مقارنة بستاتهم كتير. وحاسة ان الموضوع دوت بيفرق في النوع. يعني الرجالة بيغيروا بطريقة مختلفة تماما عن الستات. الرجالة بيغيروا من هو يحس ان هي بتهتم بحد تاني غيره، من ان هي تاخد بالها حتى لو من عيالها. ممكن يغير احيانا الراجل من ان هو تاخد بالها اكتر من عيالها منه. وبرده نفس الحكايه الست ما بتحبش ان هي تحس ان هو ميال يعني بشكل واحده تانية احلى منها، بفكر واحده تانية كده. طب سارة، انتي لو حسيتي بغيرة على شخص من عيلتك، او انتي مرتبطة الاول؟ لا. طيب لو حسيتي بغيرة من حد من اهلك، من حد من اخواتك مثلا، او يعني حد تعرفيه، لو حسيتي بغيرة عليه بتطلعي سلوكك دوت، بتطلعيه سلبي ولا بتطلعيه ازاي؟ على حسب. يعني لو في قادرة ان انا ابين الغيرة دي ممكن اخدها من هزاري، اللي هو لا ما تعملش كده تاني، اللي هو لا خلي بالك من النقطة دي، انت عارفة ايه كده. ولو مش قادرة ابينها بقى بتبقى اللي جوه كده جنب بقى كده، ما يبقى في وقت ان احنا نتكلم، لا بص بقى يعني خلي بالك هو مش كتير ما تقفرش كده، او انك بقى تدي اهتمام اوفر عشان هو ياخد باله انك انت حاسة بفرق او كده احيانا كتير. تمام. ميرسي قوي على رأيك يا سارة، وان شاء الله هنستنى تليفونك حلقات تانية كتير. اكيد ان شاء الله. ميرسي يا سارة، باي باي. في واحدة قالت لي قبل ما نطلع الحلقة، قالت لي لا انا غيورة جدا، ولازم جوزي يبقى انا بغير عليه من شغله، بغير عليه من صحابه، بغير عليه من صحابه اللي بيقعدوا على القهوة، بغير عليه من كل حاجة. لازم يفضيلي وقت يبقى قاعد معايا انا بس، لازم يبقى مش طول الوقت هو في الشغل، ويطلع من الشغل يقعد على القهوة مع اصحابه ويرجع بس ضرب لنا بوز وعايز ياكل.
انا مش الطباخه اللي اهله جابوها له، لا مؤاخذه يعني. بس هو برضو قالت لي برضو هو بيغير عليا من اطفالنا، من صحابي، من ان انا اخرج اجيب طلبات من السوبر ماركت. طب يعني ليه؟ دي غيرة قاتلة، دي دنيا تخنق. ما ينفع. هو لازم يفضي وقت علشان انتوا تقعدوا مع بعض، يروح يعشيكي في حتة حلوة، تسيبوا الاطفال في البيت وتخرجوا انتوا لوحدكم وكده. بس ده بيبقى حب، وان انتوا بتقربوا من بعض اكتر. ده مش، ما ينفعش تبقى غيرة بقى اللي هو ايه، لا انت ما تتأخرش عليها 5 دقايق من شغلك. مش عارف، متهيألي ان الموضوع ده خنيق جدا، وانا لو حصل لي الموضوع دوت انا هفركش الدنيا اساسا. عبده بيقول ان الغيرة ليست قلة ثقة، وانا لو مش بثق في الانسان او الانسانة دي يبقى بلاش من الاول، علشان اللي ناوي يخون هيخون باي طريقة. بس الغيرة حب زيادة عن اللزوم من طرف للطرف الاخر، واحيانا بيكون مقدر ده، واحيانا لا يطيق. فلازم يكون في اتفاق ما بين الاتنين. ممكن يكونوا مش مناسبين بعض، واللي بيحب بجد هيعدي ويستحمل حبيبه. بصراحة جميلة كلامك، to the point قوي، يعني محدد جامد. وكلامك فعلا حلو. هي فعلا مش قلة ثقة، يعني انا شايفة ان هي فيها سنة حب، بس هي ممكن هل ممكن فعلا توصل لقلة ثقة؟ يعني انت غيران على شخص، هل فعلا هي ممكن توصل لقلة ثقة، وبعد كده بقى قلة الثقة توصل للشك، وبعدين الشك يوصل بقى للقتل بقى، والحاجات اللي احنا بنسمع عنها كتيرة دي. هستنى رأيكم على لينك الراديو، وتقدروا كمان تكلمونا على 012 76 92 66 20. هنروح نسمع عناية وهنرجع لكم تاني. انتوا لسه بتسمعوا برنامج شهرزاد مع أمنية حسام على عرب اف ام. ورجعنا لكم تاني، وموضوع حلقتنا النهاردة عن الغيرة. تفتكروا الغيرة دي حب ولا قلة ثقة؟ ولو هي قلة ثقة، هل هي قلة ثقة في النفس؟ يعني انت اللي غيران، انت اللي مش واثق في نفسك، ولا مش واثق في الطرف التاني؟ تقدروا تبعتوا لنا رأيكم على لينك راديو، وتقدروا كمان تكلمونا على 012 76 92 66 20. سارة بتقول الغيرة زي الملح، لازم يكون في الأكل علشان تحس بطعم الحب، ولو زاد يبقى صعب قوي، والتحكم فيه محتاج طباخ شاطر علشان يوزنها. ومروة بتقول لها حلو طباخ شاطر. مش عارفة يا جماعة، الدنيا قلبت طبخ وتوابل وملح وبتاع، وكان شوية حد بيقول لي فول ولازم التوابل كلها تبقى مظبوطة مع بعض وبتاع يلا ما علينا. بس واضح ان الحلقة سخنة قوي النهاردة، والناس هتقعد تتخانق مع بعض وجعانة وعايزين ياكلوا فول والملح ناقص كده يعني. معلش انا بهزر بزيادة بس شوية. في حد كمان قال لي انه الغيرة دي الاهالي كمان بيزودوها معانا. يعني واحنا صغيرين مع في الالعاب اللي احنا بنلعبها ومش عارفة ايه، والطفل يكون معاه دبدوب وبتاع، وتلاقي امه وابوه بيقولوا له حبيبي ده بتاعك انت، ما تخليش حد يلعب بيه، وما يكونش حاجة غير ليك انت، يعني ما تخليش حد ياخده منك. فتهيألي الاهل يعني بيبنوا حتة انانية برضو. يعني لما انت كأب او ام تقول ابنك او بنتك اللعبة دي بتاعتك انت بس، ما تخليش حد يلعب بيها، ولو يلعب بيها يرجعها لك تاني وبتاع، فانت بتبني عنده حتة الغيرة دي من وهو صغير جدا. ولما بقى يجيله اخ او اخت كمان بيبقوا غيرانين منهم بزيادة قوي. فما تبنوش الغيرة دي جامد قوي على في ولادكم. في كمان كريم بيقول الستات المصريات بيغيروا من نفسهم
بيغيروا من كل حاجة. يعني لو قدامها كوباية مية هي هتغير من كوباية المية، هي بتشك في كوباية المية دي، هي مش قادرة تحدد دي كوباية مية بجد ولا لأ. اقصد يعني هو الستات ما عندهمش ثقة في نفسهم، ولا عندهم ثقة في نفسهم هم، ولا في اللي قدامهم، ولا في اهاليهم، ولا اللي في اللي بيربوهم، الجيل اللي بيربوهم، وما عندهاش ثقة في اي حاجة في الدنيا. و بيقول كمان ان الراجل بطبعه اساسا غيور، وان الراجل هو اللي بيغير اكتر من الست. ده واضح ان في هتبقى خناقه ما بينه وما بين مروه، لان هي بتقول ان الست طبعا هي اللي بتغير اكتر. ف مش عارفه، انا هسيب لكم انتوا التعليق و يعني الله اعلم. كمان الغيره ممكن تخلي الحب ده يموت ما بين طرف والتاني. يعني انت من كتر ما انت بتغير على البني ادم خلاص هو هيزهق. يعني او بعدين هنعمل ايه بقى؟ يعني ما تلبسيش دوت وانا مش معاكي. طب وبعدين اتفضل اهلا وسهلا. انت كده غيران عليا ولا انت كده بتعمل ايه؟ وانت بتفرض رأيك عليا وخلاص انت مش هتلبس. يعني في مرة هكون خارجة من غير ما اقولك وهلبسه. يعني ده لو حاجة بقى انت بتفرض رأيك فيها ومصمم ان انت ما تسمعش بقى رأيي وما يعني ما تعرفش انا جايباه ليه مثلا او كده. لازم يكون في ثقة ما بينك وما بين الطرف اللي قدامك. لازم يكون في حتة غيرة، بس ما تتحولش الغيرة ما تتحولش للشك. والشك ما يعلاش بقى ايه لان انت تمد ايدك وتعور اللي قدامك مستشفيات بقى وبتاع، وانه الموضوع ده يوصل للقتل زي ما شوفنا ايه الست اللي قتلت جوزها. شريف بيقول ان الغيرة عدم ثقة بالنفس، والشك عدم ثقة بالاخر. والله مش عارفة، يعني ممكن احتمال واحتمال لأ، يعني مش عارفة. بس هو يعني الناس النهاردة متحمسة جدا لموضوع الغيرة دوت، ويعني احنا مش قادرين نلاحق بصراحة على الكومنتات والاتصالات. بس للأسف وقت حلقتنا خلص، وانا كان نفسي بجد نكمل 2 3 4 زيادة على الساعة دي. وهستناكوا تقولولي عايزين تتكلموا في ايه الحلقة الجاية. هتكونوا انتوا اللي كاتبين السكريبت بتاعها، هتكونوا انتوا اللي كاتبين الحلقة. قولولي عايزين نتكلم في ايه مع بعض، وخشوا على اللينك الراديو واكتبوا كومنتات الحلقات اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها ما بين الراجل والست. ايه المواقف اللي انتوا شايفينها ما بين الراجل والست لازم نتناقش فيها ونتخانق فيها على الراديو كده، ويبقى في قتل بقى، قتل بجد مش بسبب الغيرة. هنسيبكم مع حمادة هلال متغيرة، وهستناكوا الحلقة الجاية بموضوع منكم انتوا اللي هتقولوا هنتكلم في ايه، وان شاء الله تبقى حلقة حلوة بيكم. استنونا يوم السبت الجاي الساعة 8. باي باي.